اهم حاجه في الريليشن شيبس احنا محتاجين نعرفها هو الداينامكس بتاعه التبادل في الاخذ والعطاء. في 4 انواع من التبادل، منهم نوعين اساسيين وانواع تانية فرعيه. اول نوع هو النوع الاساسي اللي احنا جينا فيه، اللي هو التبادل الرأسي. الرأسي ده معناها العلاقه اللي بيننا وبين اهالينا، الام والاب اللي هم فوقينا، وجدودنا اللي هم فوقيهم. ده بنسميه تبادل جاي في ناحيه واحده، في دايركشن واحد. ليه؟ لان احنا اهالينا هم اللي ادونا الحياه، فاحنا من غير الحياه اللي اخدناها من اهالينا احنا مش هنكون موجودين. علشان كده احنا دورنا ان احنا نقف تحت اهالينا ونفتح ايدينا ونقول لهم شكرا على اللي انتوا اديتوه لنا، اللي هم قادرين يدوه واللي مش قادرين يدوه. وبناء على كده هنقدر ان احنا ناخده وندي لاولادنا، ونقدر ان احنا ناخده ونعيش بيه في الحياه بتاعتنا. لان initially this is the system اللي احنا جينا بيه لهذه الحياه. تمام؟ So this is the first type of exchange. exchange جاي من فوق لتحت. جدودي ادوا الحياه لابويا وامي، ابويا وامي بيدوني الحياه وانا هديها لاولادي. اوكي؟ انا مش دوري ان انا ادي لاهلي باك ان ريتيرن، ما اقدرش اديهم حاجه في مقابل الحياه اللي هم ادوهاني من نفس النوع. ليه؟ لان هم من غيري انا هم عايشين، انما من غير ما اهلي يكونوا موجودين انا ما كنتش حاجه. فان ذات سنس هم يدوا وانا اخد. في بقى نوع تاني، انا دلوقتي لو انا خدت من اهلي، دوري ان انا ان انا اقول شكرا. لو عندي امكانيه ان انا اديهم سبورت لما اكبر لو هم احتاجوه، فاين، بس سبورت مش مسؤوليه. الاهل مسؤولين عن الاطفال، انما الطفل مش مسؤول عن الاهل. الطفل ممكن يساعد الاهل لما يكبروا، لو عندهم حاجات فيزيكال، لو محتاجين مساعده، حتى لو مساعده ماديه، بس دور الطفل ان هو يساعد مش يكون مسؤول. انما الاهل مسؤولين عن الاطفال لغايه ما يوصلوا لسن معين، بيختلف على حسب الثقافه. So this is the first kind. Second kind اللي هي التبادل الهوريزونتال، التبادل الافقي. ده التبادل اللي ينطبق عليه الكلام اللي ساندرا كانت بتتكلم عليه شويه، اللي هو العلاقات. العلاقات مبنيه على انا بدي، حد بياخد، حد بيدي، وانا باخد. كل العلاقات اللي على نفس المستوى، اللي هي علاقات صداقه، علاقات رومانس، علاقات الزماله في المكتب، الاخوات and so on، العلاقات بينهم علاقات تبادليه. معظم الناس عندهم مشاكل في الحته دي. عندهم مشاكل في الحته دي ليه؟ لان عندهم assumptions، عندهم توقعات معينه من شكل العلاقات اللي المفروض كانت تكون عليه، بس الشكل ده مش حقيقي، مش منطقي، ومش بيساعد. معظم الناس متخيل ان انا لو اديت اكتر في بدايه العلاقات ده هيبقى احسن لي، وبعد كده الناس هتديني في المقابل. الكلام ده كلام روايات، ما بيحصلش في الحقيقه. ناس كتير مثلا متخيله ان انا لما استحمل كتير الناس التانيين هيقدروا. استحمال كتير معناها ان انا بدي، فده برضو معناها ان في مشكله and so on. فالدينامكس دي دينامكس بتؤثر على العلاقات بشكل سلبي. عشان كده لو انا فهمت الدينامكس اللي هي بتاعه الاخذ والعطاء دي، الحياه كلها وعلاقاتي كلها هتبقى احسن، هتبقى مور سوليد. في نوعين تانيين من الاكسشينج، نوعين فرعيين شويه. نوع اسمه اتونمنت. اتونمنت معناها التكفير. ده بيحصل، بنشوفه في السيستمز. لو انا مثلا بابايا مثلا كان سرق حاجه من حد، فانا اوتوماتيكلي هيبقى عندي تندنسي، هيبقى عندي ميل ان انا اصرف فلوس كتير او اطلع حاجات كتير من الفلوس اللي جات لي، عشان خاطر الفلوس اللي جات لي دي جات لي عن طريق حاجه مش المفروض انها تجيلي عن طريقها. فلو بابايا سرق حد، فانا ممكن يبقى عندي شعور دايما ان انا محتاج مثلا ادي الفقراء كتير زياده عن اللزوم، او الفلوس اللي بتجيلي دي اصرفها كتير بدون ما افكر فيها. ده بنسميه اتونمنت. اتونمنت اللي هو نوع من انواع التكفير عن الحاجه اللي حصلت فوق، اللي انا محتاج اعملها حتى لو انا مش عارف ايه اللي حصل. محتاج ان انا ابرر، او مش ابرر، محتاج ان انا اكفر عنها عشان اخلي البالانس يحصل فيه توازن، حتى لو انا مش عارف. ده اوتوماتيكلي. عشان كده مثلا ممكن حد يجي لي يقول لي مثلا انا مثلا بصرف فلوس كتيره جدا بدون سبب، ويطلع مثلا ان الاب او الام وهو ورث عنهم الفلوس دي، بس الاب والام لما جات لهم الفلوس دي جات لهم عن طريق غلط.
غلط بمعنى ان ممكن نقول ان كان فيها كارما مثلا او حاجه. ده النوع الثالث. النوع الرابع شبهه بس بنسميه ريفنج. ريفنج ان انا اهلي اتاذوا، اهلي اتأمموا، اهلي حصلت لهم مشكله، فانا عندي شعور ان انا محتاج ان انا اخد حقهم من الناس التانيين. فده الناس اللي بتيجي اللي بتبقى دايما داخله في حاجات ليها علاقه حقوق الانسان ولازم مش عارف ايه وكده، يوجولي بيبقى عندهم حاجه في السيستم بتاعهم ان اهاليهم اتظلموا بشكل او باخر، فاوتوماتيكلي بقى عندهم الشعور دايما ان في حاجه needs to be corrected في السيستم.